الله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، الاستقرار، وأحسن مقيلا. ما معنى أحسن مقيلا؟ قال المقيل هو الاستراحة وقت القائلة، ووقت القائلة يكون نصف النهار يسمى القائلة، وهذا الوقت هو وقت ماذا؟ انقضاء الحساب. طبعا هنا القائلة ويسموها القيل، أقيل فإن الشياطين لا تقيل، قيل هو آثر عن عمر قيل غير ذلك. فهنا القيلولة التي كانت العرب تنامها ماذا؟ في الظهيرة، يعني قبل الظهر، لذلك الله عز وجل قال جعلها من مواطن الاستئذان من بعد صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. فغالبا في الظهيرة خاصة مثلا في مكة التي فيها حر شديد وكذا، فكانوا يقيلون ويعني يكون النوم لديهم نوم خفيف فينامون في هذا الوقت. لذلك موسى عليه السلام لما قتل القبطي عندما تشاجر مع الإسرائيلي فوكزه موسى فقضى عليه. متى قضى عليه؟ متى قتله؟ في وقت الظهيرة، الناس ما هم موجودين، فلذلك لم يروه. لما جاء اليوم الثاني قال تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ لأنه غالبا هذا الوقت وقت الظهير وكذا الشمس وحر وكذا، غالبا الناس يقيلون يرتاحون في بيوتهم، فإذا خفت خرجوا. فهنا مقيلا هو الاستراحة وقت ماذا؟ القائلة. ويوم القيامة طبعا هو مقدار طوله 50,000 سنة، على المؤمنين يكون يسيرا. فإذا انتصف النهار وهو وقت القيلولة ودخلوا ماذا؟ الجنة. صلى الله سبحانه وتعالى هو وقت دخول ماذا؟ الجنة، صلى الله من فضله. وطبعا هو يسير على المؤمن، بل جاء بعض الروايات أنه كانقضاء المكتوبة، يعني كفريضة من الفرائض التي صليت. وعلى الكافرين يوما، على الكافرين عسيرا غير يسير، نسأل الله السلامة. قال عبد الله بن مسعود لا ينتصف النار حتى يقيل أهل الجنة وأهل النار.